اضافه الى الكلمه والجمله اللي غادي نخلصها، هي ان هذا الموسم واول مره كنشوف بان الوداد اي انتداب دار سريه ودار مواكبه مع تطلعات المرحله المقبله في مكامن الخصائص، اضافه الى ان اي انتداب دار بوجود المدرب. هادشي اللي كنا كنفتقدوه في مرحله من المراحل السابقه. وكان خرج اي منها بلاتي، خرج اي منها وقال لك الانتدابات الاوليه راه عندي فيها تنافس كبير. برافو عليك اكيد، ولكن ما جاو التيران وما دخلوا حتى الان شافهم وطلع عليهم المدرب، لان المدرب جا قبل منهم. المدرب جا قبل منهم، يعني كنعرفوا بان عده انتدابات اليوم المدرب حاضر في بنجلون، والانتدابات ان فوا كنسمع انتداب الا وكنعرف كنسمع توافق من المدرب. دابا الان انا ملي غادي نشوف انتداب جاو المدرب كاين بنجلون غنحاسب المدرب كيفي اللي تقالت بان سي هشام يتمنى قال النهار الاول بانني اول حاجه غادي نقبل عليها هي انني غادي ننتدب مدرب في مستوى تطلعات الوداد بقيمه عاليه الجوده. شنا مدرب بالنسبه لي انا على المستوى الافريقي الاول، وعلى المستوى يعني الكره الشامله ولا ديال الجديده اللي غتكون في الوداد، مدرب قيمه الوداد وقيمه تطلعات الجماهير الوداديه. دوزوا الانتدابات دار انتداب بعد انتداب. اليوم كل مكان الخصائص كيشوفوا المدرب، كيشوف ها ليست اللي تحطات، اللاعبين اللي بقاو، اللاعبين اللي مشاو، المكان الاختصاصي خاصني اريا غوش، اريا دروجه مفيد، اريا سونترال سمعت ديراني، سمعت اريا غوش لاعب ديال مكناس، مشيت وسط الميدان سمعت الساخي، مشيت على المستوى الجهه ليزاتاكون كاين واحد اللاعب دابا سمعت من جنوب افريقيا ولا من احد دول جنوب الصحراء هو جاي تا هو بقيمه كاين الصاخي كاين وسط الميدان تقريبا جوج. يعني عندي الان واحد المكامن الخصائص اللي حنا كنا كنقلبوا عليه، مازال الوداد خاصه على الاقل غنقول خاصه زياده على المحور الدفاعي، خصني نشوف لاعب قيمه يعني الديراني واحسن من الديراني نقول بكل صراحه باش يعطيني هذاك الثقه. يعني انت ما بقيتش في الديراني في مستوى دابا شوف ديراني لاعب اللي شنات الله مع اتحاد شوارقه دار قبل البلاء الحسن، لاعب محلي. الى انا غنتادب مثلا لاعب محترف خصني يكون عندي محترف بقيمه الديراني ولا احسن من الديراني، ما تجيبش شي واحد مثلا مستوى اقل من الديراني. واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ يعني دابا بالنسبه لي من احسن المدافعين اللي كاين في البطوله الديراني قبل البلاء حسن مع توارقه تالق، كان من احسن المدافعين، شاهدته تابعته، كنعرفوا ملي كان في الاتحاد البيضاوي اللي تبارك الله خدم على راسو. اليوم انا بغيت شي يتزاد لاعب، سمعت بان شي مدافع اخر غادي يمشي، يعني باقي عندك مكامن الخصائص في الدفاع في الاستحقاقات المقبله. انا بالنسبه لي مرتاح لحد الان، مرتاح شيئا ما الانتدابات اللي تقبلت اللي كاينه شيئا ما شيئا ما لان باقي ما اكتملتش بالنسبه لي الرؤيه منها تكتمل. بغي يبان لي واحد ثلاثه اخرين مزيانين، لان باقي كنتسنى في اريا سونترال مزيان، شي اريا غوش مثلا يكون هو حريفي، ونزيدوا شي ميليو تيران اوفونسي مزيان، وشي دوز اتاكون ولا اتاكون. باقي عندي شي اربعه خصني انا في مستوى جوده عاليه، لان دابا ما بقيناش باغي الكميه باغي الكيف. انا تجيب لي 6 مزيانين 8 مزيانين الجوده، لان غنقول لك انا لا كاليتي اللي كنقلب عليها. لان تسمع دابا كاينين جوج محترفين، الساخي عرفناه لاعب لعب في دوزيام ديفيزيون اجاكسيو، لعب في اوكسير وقيله، لاعب الاخر اللي كان كيلعب في الدوري السعودي انا بصراحه ما عمري شفتو باش كل واحد الساخي الله تعرفنا عليه، الله شفتو شي لقطات. لا الساخي المعطيات ديالو مزيان، طبعا المعطيات هي ارض الواقع، المعطيات عندي انا هو التيران. غتقول لي المعطيات انا هادشي ديال المواقع التواصل ولا اليوتيوب ولا التيران تعطيني انا فيديو ديالو قديم. التيران انا حنا فرصه هو بالنسبه لي هو دابا فرصه من ذهب انه جا واحد المكان اللي فيه الخصاص. كاين واحد دو جوور ولا ثلاثه اللي مشاو وخلاو وكانوا هما العمود الفقري في وسط الميدان، كيف اللي غيجي خصو يأدي احسن من اللاعبين اللي فزنا بهم بالالقاب. لان دابا واحد المرحله جديده حنا حاليا ولا فاتحين وقت خريطه الطريق اللي فيها استحقاقات قويه، استحقاق ديال السوبر ليغ اللي فيه 16 فرقه، واستحقاق ديال كاس العالم للانديه، اضافه الى الامور على مستوى البطوله المحليه وكاس العرش. كيف عندك واحد 4 استحقاقات خاصك فيها على الاقل مجموعه كل بوست في دو زيليمون كنقولوا لاعب والضره ديالو جوده عاليه. فهمني انا عشان عشناه خاص دابا نشوف راقي مزيانين، خاص يجي ياكل ويشرب والكونترا مضمونه ويدير لي كرش بونتوش وما نشوفوش. ما بقيتش باغي نشوف لاعب ديال بونتوش، انا لاعب تدوير، لاعب اللي غيلعب دابا مشى الافريقي، مشى يلعب على المستوى الافريقي، جا عنده اصابه ولا عنده ورقه صفراء ولا ورقه حمراء ولا هذا، خاص اللي غيدخل يكون عند حسن ضم الجمهور والمدرب وداك البوست. هذه هي الواجب دابا. انا هذا هي الان اللي انا غنخليه نبقى نتفائل، وانا دائما نتفائل مرحله ديال هشام يتمنى، لان حتى المشروع اللي حاط حنا عارفين بان غنصبروا، والجمهور الحمد لله في هذا المشروع صابرين، ما غندوش من البدايه الاولى غندوش نحاسبوا في اللاعب ولا نحاسبوا في المدرب، لان هذه مرحله كان فيها الفراغ. دوزنا مرحله من اصعب مراحل الوداد، سنتين صفر لقب، خرجنا هذا الموسم شحال ديال الهزائم، عده لاعبين مشاو، يعني تغيير شكل الفريق، يعني الحقبه مشات وجاو لاعبين جداد، ولكن الان عندنا ثقه في هذه الانتدابات، عندي ثقه كبيره كما النهار الاول اول مساند قلت هشام يتمنى هو طلع مصطفى، قلت لي بان عندك لا كارت بلونش انك غتجي وغادي تغير الوداد، وهو عارف سقف الطموحات اللي كاين دابا في الوداد، وعلى عندنا على ثقه كل جماهير الوداد هي ثقه في هشام يتمنى والمكتب المسير على ان شاء الله غيكون واحد موسم استثنائي، موسم مقبل ومثالي، ولكن المنظومه خاصها تكون من
الجماهير، اللاعبين، المدرب، ان شاء الله شي اللي كنتمناو وسط الحوض الجمهور. نشوفوا الجمهور الودادي شنو تيقول على الانتدابات هذا الحق نحققوا كل الاهداف اللي مسطره ان شاء الله ان شاء الله كيتسناها الجمهور الودادي ان شاء الله.